مرحبا بكم في زعم شنطيب اثنين. اليوم ان شاء الله باش نحضر مع بعضنا بريك دنوني. بالنسبة للعجينة حاجتنا 150 جرام سميد أرطب، 50 جرام فرينة، شوية ملح وماء للعجن، ماء بارد. بالنسبة للحشو لهنا باش نعمل شوية هريسة، تن وعظم. لهنا زادت شوية زيت نبسو بيه العجينة. أول حاجة نبداو نحضرو العجينة متاعنا، ناخدو الآنية اللي باش نعجنو فيها ونحطو السميد والفرينة هنا باش نحطو رشة صغيرة ملح ونخلطوهم مع بعضهم. نزيدو شوية زيت، شوية مش برشا، حكاية مغرفتين. خلوه يتبسس السميد والفرينة بالزيت. نجم نحطو زبدة. توا نزيدو الماء بشوية بشوية، مش بكمية كبيرة، ونعجنو. العجينة ما تكونش طرية برشا. هنا السميد الكل تلم، توش خلوها تعجن بالباهي بالباهي. العجينة تاعنا حاضرة كما نشوفوا، ماهيش طرية برشا، ماهيش شادة روحها برشا، باهية، ما عادش تلصق في اليد اذا كان باش نعجنو بيدينا، وتكون ما عادش على البيوضية تبيض شوية من كثر ما خدمناها بالباهي. توش نخليوها ترتاح ونمشيو نحضرو الحشو. بالنسبة للحشو كل واحد كيفاش يحب يعمل. لهنا عملت تن وعظم مسلوق، جبن، باش نخلطوهم ونلموهم بعضنا. نزيدو العظمة جوز باش نلمو بيه الخليط تاع الحشو. نجمو نعملو باللحم مفروم في عوض جبن. باش نشيل العجينة ونحضروها. ناخدو العجينة ونحطو شوية فرينة على البلاصة باش نحلو عليها ونحلوها بالقلقال. اللي باسير ما يكونش متين برشا وما يكونش جويد برشا، حكاية 2 مليمتر بين 2 و 3. توا باش ناخدو القالب. نجم يكون عندنا قالب خاص بالبريك الدانوني والا كاس ولا اي حاجة نطبعو بها. بعد ما قصينا العجينة دوائر باش نحطو فيها الحشو، كان عندنا القالب كما قلت نستعملو هذا، نقلبوه على الشيرة الاخرى ونحطو العجينة متاعنا فوقو. هنا كان نحبو هريسة لازم ندهنو بشوية هريسة، مش برشا، مكثروش حر، جوست دهنان وبرق. ناخدو الحشو تاعنا نحطو تقريبا اقل شوية من المغرفة خاطر الدورة متاعنا مش كبيرة، نحطوها في جنب مش في الوسط. وتوا نجيبو الشيرة هذه وننزلو عليها، حلو القالب
ونخرجوا كعبة البريك الدنوني متاعنا. هذوما كعبات البريك الدنوني متاعنا، توا بقينا كنحطوهم في الفور ونخليهم ينضجوا. نجمو ندهنوا باصفر العظم من فوق باش يعطي شويه لمعه، كيما نجمو نخليوهم لونهم هكا. لهنا قليت كعبات والبقيه في الفور باش نشوفوا الفرق ما بين المقلي واللي في الفور. هذا ما البريكات الدنوني متاعنا حاضرين، فيهم اللي في الكوشه في الفور وفيهم المقلي، وكل واحد كيفاش يحب، مقلي ولا في الفور، كله بنين. كانت معكم الأدمين سامية، إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.